يا مرحب يا مرحب بيكم يا 300 ألف أهلا وسهلا. التلصيم هو اللي ودانا في داهية. تلصيم الأشخاص واللي احنا نقعد نقول نبرر زيادة عن اللزوم كل الوحش اللي ظاهر وكل الأنانية اللي ظاهرة وكل العيوب اللي ظاهرة، نبررها تحت معلش أصلي يمكن معلش. حلو إن الواحد يكون يراعي إن اللي قدامه جاي من خلفية مختلفة وجاي من تاريخ حافل مختلف عن تاريخه تماما وتجاربه تماما وكل حاجة مختلفة عن يعني بيبقوا توأم وقاعدين في نفس البيت ومختلفين، فحلو ان انت تراعي الاختلاف ده. لكن زيادة التلصيم وزيادة التبرير دي بتفسد الدنيا وبتودي الدنيا في داهية، بتخلي الواحد عمال يقول معلش يمكن معلش يمكن معلش يمكن الى ما لا نهايه، وبيكتشف في الاخر ان كم المعلشيات وكم اليمكنيات دي ولا اي حاجه، لان ببساطه الشخص نفسه مش شايف ان هي مشكله. يعني انت شايف انها عيوب واللي انت عمال تمعلشها، وهو شايف ان هو لا دي مش عيوب اصلا، ده دي اقل حاجه عندي. يعني ده طبعي، يعني انتوا بتتكلموا في ايه؟ ففكره ان مفيش كوميونيكيشن بين اي اتنين في علاقه واحده، ده بيبقى شايف ان ده طبعه العادي، والتاني شايف اللي هو انا اصل بلص من الامور عشان الدنيا تمشي. ده بيودي الدنيا في داهيه. لازم الواحد بيجي عليه فتره ويبقى صريح مع نفسه، حتى لو بيحب الحاجه دي، حتى لو بيحب الشخص ده، يبقى عارف ان الشخص ده مش هيتغير في الحاجه دي، هو نفسه مش عاوز يساعد نفسه، فانت مش هتقدر تغير ده. فلازم تواجه انت كمان نفسك، هتقدر تتعامل مع العيوب دي قدام ولا لا. كتر المعلشه دي هي اللي بتودي الدنيا في داهيه. يعني تاني وتالت ورابع، ربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم على الانفاق قال والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وانا بالنسبه لي دي قاعده عامه، حتى في المشاعر وحتى في التماس الاعذار، لا الواحد يلتمس اعذار زياده عن اللزوم، ولا الواحد يبقى واقف على السقطه واللقطه. لازم في النص، حتى التبريرات وحتى التماس الاعذار بحدود، عشان الموضوع ما يدخلش في سكك تانية ترهقك على الفاضي. اللي ما بيتغيرش عشان نفسه مش هيتغير عشانك، ولو اتغير عشانك بسرعة فده مش معناه ان انت الشيخة خديجة المغربية او الشيخ آه، حلبسة. الكلام ده مش حقيقي خالص، ده معناه ان الشخص ده ايه، حلاوة البدايات بس بعد كده هيرجع طبعه تاني. محدش بيتغير بسرعة ومحدش بيتغير عشان حد. سلام عليكم.